كابتن ياسمين الأخضر، نورت القاهرة كلها. نورك، ربنا يخليكي جدا. ايه اكتر حاجة بتحبيها يا كابتن ياسمين في ايه بالظبط؟ في حياتك يعني العامة؟ اكتر حاجه السوشيال والرياضه، يعني هم وقطتي طبعا، يعني دول اكتر حاجه بحبهم في حياتي، اكتر حاجه دلوقتي. منور القاهرة ولا منور بيا؟ انا من القاهرة لكن انت يعني انت أيوة. منورة القاهرة يا استاذة ياسمين. ليه اخترت صفحتك تكون اسمها موسوعة ابو شنب؟ عشان انت مثلا شنبك ما شاء الله يعني ولا ايه؟ حبيت ان انا افخم الشنب شوية. مع انك انت اسمك غير الصفحة خالص. اسمك ايه بقى؟ عرف الناس. انا اسمي جرجس من القاهرة من المقطم يعني. ايه اكتر رياضة بتحبيها يعني؟ لا كله، يعني الالعاب القتاليه والجيم، ده اكتر حاجتين يعني، وبحب اليوجا برضه. طب ايه اللي حببك يعني في البوكس اكتر، مع ان انت ممكن كان تعملي كام حاجه يعني غير البوكس يعني؟ لانه الدفاع عن النفس للبنت مطلوب، يعني من الحاجات المهمه جدا، زائد البوكس او الكيك بوكس فادني كتير جدا جدا في حياتي وفي شخصيتي وفي جسمي، وان انا كمان يساعدني ادافع عن نفسي، عشان احنا في وقت صعب قوي، يعني البنت مش هيبقى ليها غير دراعها. مش عايزه اخوف الناس. تمام. انت بتعمل دايما فيديوهات رياكت على فيديوهات التيك توك اللي هي الفظيعه اللي بنشوفها، اللي مش هقول وجهه نظري عنها دلوقتي، بس انت بالنسبه لك يعني ليه اخترت الفيديوهات دي اصلا تعملها؟ اشمعنى فيديوهات التيك توك؟ لقيت ان هي حاجه يعني ما ينفعش تسكت عليها، يعني بيعملوا حاجه غلط، فحبيت ان انا اتكلم عليها بشكل كوميدي شويه، يعني احاول اوصلها للناس بس بشكل كوميدي، واهو يعني بنحاول ان هم نخليهم يخفوا شويه عن اللي هم بيعملوه بس. طب ما خفتش ان انت ما تكتسحش الدنيا، رغم ان ما شاء الله بلاقي فيديوهاتك جايبه مشاهدات كبيره جدا، ممكن بتعدي المليون او حاجه، بس ما خفتش ان في ناس تانية يعني عامله نفس الفيديوهات اللي انت ما تكتسحش او تروح في وسطهم، ولا ايه؟ بص، كل واحد وليه طريقته، وكل واحد يعني له اسلوبه في الرياكت عامه يعني، وطبعا في ناس يعني انا شايفهم ان هي احسن مني في الرياكت وكده، وفي ناس بتشوف ان مثلا انا طريقتي حلوه، في اراء كتير يعني، وفي اختلاف في الاراء، فكل واحد بيبقى شايف النقطه المعينه، وشايف ان ده مثلا بيعمل رياكت بشكل احسن يعني. بس ايه اكتر مواقف كوميدي حصلت لك مثلا، او اكتر موقف مضحك يعني وانت ضحكت عليه، يعني حصل لك انت وانت ضحكت اصلا من نفسك؟ لا ده في موقف انا عمري ما هنساه. كنت انا وقتها متقدم لي عريس عادي جدا. انا مش حاجه، استنى نكمل عادي. المهم كنت متقدم لي عريس، وبعدين احنا عندنا النيش وقتها بقى كان خشب، يعني كان بتفتح الدرج خشب كده، اوكي. فماما قالت لي الله يرحمها افتحي الدرج وهاتي منها الكوبايات والحاجه، فعادي جدا. ولا بقى كنت بلعب بوكس ولا رياضه ولا اي حاجه، كنت لسه صغيره عن كده، ما كانش الموضوع في دماغي رياضه، ولا كنت بحب الرياضه اصلا. فجيت وقتها بفتح الدرج طلع في ايدي. والعريس قاعد، وطبعا ابويا قاعد، ومش فاكره كان ده قبل ما تلعبي رياضه اصلا؟ ده قبل ما العب، ده البوكس سبحان الله يا اخي عندي من صغري، ولا لعبت رياضه. اما دلوقتي لو حبيتي تفتحي الدرج هتوقعي النيش كله ولا ايه؟ والله العظيم احي اقسم بالله انا فتحت الدرج طلع في ايدي. ماما بتقول لي ايه يا ياسمين؟ ده ايه يا ماما؟ خلاص الودري عليا، مش كفايه هو قاعد مش شايف المنظر. ده اكتر حاجه بجد مضحكه، انا ضحكت على نفسي. طيب تحب تقول ايه بقى للناس اللي بتعمل فيديوهات التيك توك دول، مع انك انت قلت كتير كرياكت كوميدي، بس لا بجد بقى اللي هو طب انت لما بتعمل حاجه زي كده، منظرك قدام جيرانك، منظرك قدام اهلك، يعني لو انت مثلا جاري وشفت، او انت جارتي وشفتك مثلا بتعملي حاجه لا تليق ببنت انها تعملها، فانا لما ابص لك في الشارع، يعني انت بصات الناس ليكي بتبقى ايه؟ انت فرحانه ببصات الناس ليكي؟ بس يعني طالما انت بتعملي حاجه زي كده ومش مكسوفه، خلاص يعني دي حاجه تخصك. انا سعيده ان انا بجد اتشرفت ان انا شفتك النهارده، كنت مبسوطه قوي. بس عايزه اسال بقى اخر سؤال، ايه رايك في ياسمين الاخضر؟ يعني شخصيه بدون مجامله، كابتن بوكس لا لا سمحت ليه انا مش شرسه خالص، انا طيوبه على فكره. لا حد كويس جدا، شخصيه محترمه، شخصيه حبوبه يعني، وشرف كبير ليا ان انا اتعرف بيكي بصراحه. انا اكتر، تسلم. يلا باي باي.